مغص بييجي مرة واحدة ومالوش أي مقدمات. المغص الكلوي، طبعًا كلنا عارفين شدة المغص الكلوي، سمعنا عنه أو حد من قرايبنا ربنا يعافينا جميعًا حصل له نوبة من المغص الكلوي، هو من أشد وأصعب الآلام اللي ممكن حد يتعرض لها. مشكلة المغص الكلوي إن هو بييجي مفاجئ، مؤلم جدًا، والتعامل معاه بيبقى صعب لأن المريض بيبقى في حالة صعبة جدًا. إيه مشكلة المغص الكلوي؟ إن هو مفاجئ علشان ممكن يكون نتيجة وجود حصوة جوه الكلية ونزلت مرة واحدة في الحالب، فتسببت في انقباضات شديدة جدًا في الحالب وفي الأنسجة اللي حوالين الكلية، فأدت لحدوث المغص الكلوي زي ما بنسمع عنه أو زي ما بنشوفه. بعض المرضى بيبقوا معرضين أكتر لحدوث المغص الكلوي لو هم عندهم تاريخ مرضي لتكون الحصوات، أو إن هم مثلًا بيتعرضوا لجو حار ما بيشربوش مَيّة كويس، عايشين في مناطق حارة زي مناطق الخليج أو جنوب مصر، أو في المناطق اللي هي نسبة الأملاح في المَيّة اللي بيشربوها كتير. فبالتالي في الحالات اللي زي دي بيبقى عندهم قابلية أو عرضة أكتر لتكون الحصوات سواء الصغيرة أو الكبيرة جوه الكلى أو جوه الحالب، وبيبقوا أكتر عرضة لحدوث المغص الكلوي المفاجئ وتكون مشاكل أو تكوين مشاكل أخرى في الكلى نتيجة وجود الحصوات دي. لذلك لو أنت عندك تاريخ مرضي لتكون حصوات أو ترسيب أملاح كتير في البول، لازم تستشير الطبيب علشان تتقي المشكلة المفاجئة دي، وتحاول دايما تبعد عن المغص الكلوي وتحافظ على الكلى. كان معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.